من احلى واجمل الوصفات اللي انا عملتها بصراحة هي وصفة الجبنة المطبوخة. هعملها لكم النهاردة بطريقة بسيطة جدا. تقدري تستخدميها في حشوة السمبوسة، وتقدري تستخدميها كمان في حشوة السبرينج رولز، وتقدري تحطيها على وش البيتزا، وتستخدميها كمان في المكرونات الوايت صوص، وليها استخدامات كتيرة جدا. تعالوا بقى نشوف الطريقة مع بعض. معايا هنا معلقتين كبار من الزبدة، تقدري تستبدليهم بمعلقتين كبار من السمنة، مفيش مشكلة خالص. اول ما تبدأ تسيح كده حاجة بسيطة هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الدقيق. اوعي تسيبيها تسيح تماما، لان طبعا لو سبت الزبدة تسيح خالص هتلاقيها اتحرقت معاكي. تنزلي على طول كده بمعلقة الدقيق. انا عايزاها تاخد لون بسيط جدا جدا. في الوقت ده هنزل بكوباية من اللبن، هقلبهم كده كويس كده مع بعض عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. هنلاقي كده الخليط تقل معانا وبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده بقى هنزل بنص كوبايه من الجبنه الموتزاريلا. عايزه اقول لكم ان في الوصفه الاساسيه ما بيحطوش خالص غير جبنه موتزاريلا بس، وانا نزلت هنا كمان بنص كوبايه من ميكس الجبن، بتديها طعم حلو جدا جدا جدا. لان طبعا خلينا متفقين ان الجبنه الموتزاريلا ما فيهاش طعم قوي، فطبعا اللي هيدينا الطعم الكويس ميكس الجبن. وباقي الاضافات اللي انا هضيفها معاكم هتشوفوها لو كملتوا معايا الفيديو. نزلت هنا بمعلقتين كبار من الجبنه الكيري، برضو بتدي طعم حلو جدا جدا جدا. هبدأ كده اسيحهم كده مع بعض. وبعد كده نزلت هنا بمعلقه كبيره من حبه البركه، وهظبط طبعا الملح. لازم تظبطي ملحها علشان يبقى طعمها حلو. هنا كده خلاص بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عاوزه اقول لكم ان نوع الموتزاريلا بيفرق جدا جدا في الوصفه دي. لازم تجيبي نوع كويس علشان تاخدي مطه كويسه. انت ممكن تعملي كل الخطوات اللي انا قلت عليها دي، بس نوع الموتزاريلا بتاعك مش كويس مش هتاخدي المطه المظبوطه خالص خالص. خدوا بالكم من النقطه دي. لو حد حابب يعرف نوع الموتزاريلا اللي انا استخدمتها يقولي في الكومنتات وانا هقوله. هنا كده بقت جاهزة معايا. تعالوا بقى افضيها في بولة بقى ونشوف ايه الاضافات التانية اللي احنا هنضيفها على الجبنة بتاعتنا. هضيف هنا بقى 3 معالق كبار من الجبنة البراميلي، بتدي طعم حلو جدا جدا جدا. هقلبها كده كويس كده مع الجبنة بتاعتنا المطبوخة. وهضيف هنا كمان ربع كوباية من الزيتون، تقدري تحطي اخضر او اسود براحتك، ومعلقتين كبار من البقدونس. بصراحة الإضافات دي بتفرق جدا جدا. وحبة من الفلفل السبايسي، لو مش عايزة فلفل سبايسي خلاص ما تحطيش، تقدري تستغني عنه. هنا بقى الجبنة بتاعتنا بقى طعمها خطير خطير خطير، مش قادرة اقول لكم. طعمها مميز جدا جدا، غير ما تحطي بس موتزاريلا وما تضيفيش اي نوع جبن تاني. وما تخافيش صدقيني مش هتفتح منك في الزيت خالص، لاني طبعا سمعت فيديوهات كتير بيقولوا لو ضفتي حاجة غير الموتزاريلا هتفتح منك في الزيت. لا طبعا عمرها ما هتفتح منك في الزيت. وانا هقلي معاكم كام واحدة وهتشوفوا ازاي هي طلعت تحفة. غطيتها طبعا بستريتش وسبتها بردت. هنا بقى بعد ما بردت بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اوريها لكم. بصوا بتتكور معانا بكل سهوله ازاي. تقدري تكوريها وتحشي بيها على طول، ما فيهاش مشكله خالص خالص. تعالوا بقى نحشي كده مع بعض كده السمبوسه. طبعا طريقه الحشو دي بقى براحتك، بقى انت بتحشي السمبوسه ازاي. بس حاولي طبعا على قد ما تقدري انك تقفليها من كل ناحيه، ما يبقاش فيها اي ناحيه مفتوحه عشان الجبنه ما تخرجش منك وهي في الزيت. تقفلي كده السمبوسه كده كويس. معايا هنا بقى زيت درجة حرارته تكون متوسطة، ما تبقاش هادية، لانها لو هادية هتفتح منك السمبوسة. اول ما تبدأ تاخد لون هروح قلبها على الناحية التانية. خلاص كده بقى هبدأ اخرجها اول ما تاخد لون من كل ناحية. وهنا بقى السمبوسة كانت معانا بالشكل ده. بصوا بقى الجبنة عاملة ازاي ومطتها عاملة ازاي يا جماعة. خطيرة 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 والله. طعمها بقى ما اقولكوش حلو جدا جدا جدا. والجبن اللي احنا ضفناها
عليها مدياها طعم حلو جدا وطعم مميز، لان طبعا كلنا متفقين ان طعم الموتزاريلا ما بيبقاش فيها طعم اصلا. هناخد الطعم الحلو ده من ميكس الجبن اللي احنا حطيناه، ومن الجبنة الكيري، ومن الجبنة البراميلي، ومع الاضافات التانية كمان اللي احنا حطيناها. انا عايزاكم بقى تجربوا طريقتي في الجبنه دي، وتيجوا تقولوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم فيها، وانا واثقه ومتاكده ان هي تعجبكم. ويا ريت بقى لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا له شير عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.